السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مداخلتي إليكم اليوم حول جامع الزيتونة الأعظم ودوره في نشر العلوم والمعارف. لقد كان لجامع الزيتونة المعمور الفضل الكبير في نشر العلوم العربية وعلوم الدين في تونس وفي الجزائر وفي إفريقيا عموما، وخاصة في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، حيث قصده طلاب العلم من كل هذه البلاد، فاستقبلهم الجامع الأعظم وشيوخه الموحدين والمستبشرين، فزودوهم بالعلوم والمعارف والآداب وعلوم الدين الإسلامي وأصول الشريعة وحفظ القرآن الكريم وتفسيره وعلم الدراية والفقه والمنطق وعلم الأصول وعلم البلاغة وعلم التوحيد وعلم الفرائض وعلم العروض، حيث كان في الجامع الأعظم المعمور علماء وشيوخا في هذه الاختصاصات كلها، فنال الطلبة غرضهم وتحصلوا على الشهادة التي كان يسندها الجامع للخريجين، وهي شهادة الأهلية وشهادة التطويع أو التحصيل وشهادة العالمية أو الإجازة، ولها 3 مراحل: الجزء الأول والثاني والثالث، وهو نهاية الترقي في الجامعة، وهو في عقود الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين أكثر زحما بالطلبة والتلاميذ من مختلف أنحاء الجمهورية المملكة يومئذ التونسية، ومن الجزائريين ومن بلاد افريقيا كالسودان وموريتانيا والصومال والنيجر والتشاد وجنوب افريقيا وحتى من ليبيا. وكنت إذ ذاك في هذه الحقبة أحد هؤلاء الطلاب الزيتونيين، وبالتحديد بداية من 48 إلى 56، حيث تخرجت بالجزء الأول من العالمية في الآداب العصرية، أو بالجزء الأول من الإجازة. وكان لي عديد الأصدقاء من الجزائريين جلسنا معا في طريقة واحدة أو بلغة اليوم في قسم واحد أمام شيخ واحد كل في اختصاصه. أذكر من هؤلاء الصديق يحيى أبو عزيز والأخ الثاني، وها هو ذا الأستاذ الدكتور يحيى أبو عزيز يعترف بفضل الزيتونة وشيوخها في مقال له بمجلة الهداية التونسية التي تصدر عن المجلس الإسلامي الأعلى في تونس، فيقول: وبأننا عشنا هذه الفترة وكان لي الحظ في الدراسة في الزيتونة خلال عقد الخمسينيات من القرن العشرين، فإننا نقدم شهادة اعتراف حية عن دور تونس الخضراء وجامع الزيتونة المعمور وشيوخه وعلمائه وأئمته في مساعدة الشعب الجزائري وتقديم العون اللامحدود للطلبة الجزائريين بالزيتونة، إلى أن يمضي فيقول: ويعتبر العلامة المرحوم الشيخ الطاهر بن عاشور، ويعتبر العلامة المرحوم فضيلة الشيخ الطاهر بن عاشور أحد علماء الزيتونة الذين قدموا كل العون والمساعدة للطلبة الجزائريين، وهو على رأس الجامعة الزيتونية. لقد أعطى تعليماته لكل فروع الزيتونة وللجامع الأعظم لأن يحلوا مشاكل الطلبة الجزائريين ويحسنوا ضيافتهم، وعلى غراره نلقوا بالخير والتقدير ابنه الفاضل بن عاشور والشيخ جعيد والشيخ بالقادم والشيخ مختار السلامي والشيخ الطاهر المبعوث وغيرهم. إخواني، انتهى كلمة الدكتور عزيزي. إخواني أيها الزملاء، إنما قدمته الجامعة الزيتونة وعلمائها الأفاضل لكل من قصدها من الطلبة لا يمكن حصره أو تقديره بثمن، لأن الزيتونة هي كونت الأجيال المثقفة التي حافظت على الدين الإسلامي واللغة العربية إلى يومنا هذا، وها هي ستعود من جديد إن شاء الله لتجدد العهد وتطلب بشباب جديد تملأه عروبة وإسلاما، فيواصل المسيرة إلى يوم الدين إن شاء الله، رغم أنف من طمسوها وأغلقوا أبوابها وحرموا شبابها علومها وآدابها وخيراتها. إخواني الكرام، إخوتي الكرام، لقد كان لجامع الزيتونة المعمور
إلى جانب الإشعاع على الدنيا بالثقافة والعروبة والإسلام، جانب آخر لا يقل أهمية عن الجانب الأول، ألا وهو التصدي للاستعمار ومطاردة أذنابه وعملائه. فقد قاوم الزيتونيون الاستعمار بالقلم واللسان، فأسسوا لذلك منظمة عتيدة اسمها صوت الطالب الزيتوني، وأسست هذه المنظمة جريدة يومية اسمتها صوت الطالب الزيتوني. كان أغلب من يكتب فيها وينشر مقالات الطلبة الزيتونيون وفريق من شيوخ الجامعة الأعظم. وبفضل مقاومتهم وجهادهم أسست الجامعة الزيتونية العصرية بباب سيدي عبد الله بالعاصمة، وأنشئ قبلها الحي الزيتوني. إخوتي الكرام، هذا ما توفر لي من ذكريات ومعلومات عن الجامع العاظم الزيتوني وعن رواده شيوخ وطلبة، فلعله أن أرى أمامكم الأفق وأحيا فيكم الذكريات، فقد عشناها جميعا وصارت الآن في وثائق التاريخ. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.